أنا بدي أقارب الموضوع اليوم أو جلسة اليوم من زاوية مختلفة. زاوية تانية أساسها هو عودة بعض الزملاء اللي كانوا رافعين خلال الفترة الماضية شعار مقاطعة جلسات التشريعية، عودتهم إلى هذه القاعة والمشاركة حتى ولو كان بالامتناع، لأنه ليس صحيحا أنه اللي قعد بالقاعة واللي تفاعل مع اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين أنه ما شارك. بدهم يسمحوا لنا الزملاء بالجمهورية القوية، هن فاتوا ونحن كتير بنقدر هذه القصة، فاتوا على القاعة وشرعوا وهن جزء من القوانين التي صدرت. موقفهم بالامتناع مثل ما موقف البعض اللي صوت ضد أو موقف البعض اللي صوت مع. وبالتالي الأساس اليوم باللي حصل امبارح بجلسة امبارح وبجلسة اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لإعادة الانتظام إلى المجلس النيابي وإعادة الدور له بإقرار القوانين اللي بترعى وبتحمي قضايا الناس ومصالحها. الشيء اللي اليوم أقر فيما يتعلق بقانون الصيدلة، بقانون بقانون الإيجارات وبتعديل أصول المحاكمات، أيضا أمور كتير أساسية ومهمة خلينا نركز عليها. فيما يتعلق بالقانون الأخير اللي مرق واللي كنت بتمنى أنا أنه من بعد إقراره تستمر الجلسة، لأنه في اقتراحات قوانين كتيرة معجل مكرر كانت على الجدول وكان ممكن كمان تسد بعض الفراغات اللي بتهم الناس. قوانين إذا أعدنا مراجعتها أقله بيطلع يمكن 10 قوانين أساسيات كان لازم نحن نلحظهم، تحديداً ما يتعلق بالقضايا الصحية والطبية والتربوية اللي كتير حيوية لشرائح كبيرة من الناس، واللي برأيي هي أهم من أي أمر آخر بعض الزملاء بيعتقدوا أنه هن عملوا أو بدهم يعملوه. فيما يتعلق بالقانون اللي صدر حول التمديد لمدة سنة، نحن بكل وضوح وصراحة اللي صار هو نفس ما قاله الرئيس نبيه بري قبل شهر عندما اعتبر في رد على سؤال أن مسألة التمديد أو تأخير التسريح هي من صلاحية الحكومة، من صلاحية مجلس الوزراء، وإذا مجلس الوزراء لم يتحمل هذه المسؤولية لأي سبب كان، عندها سأدعو إلى جلسة تشريعية قبل 15 الشهر. وهذا الشيء اللي صار. المسألة ليست إنجازات وليست بطولات وليست مكاسب لأحد، هي تثبيت لما نريده جميعا، واللي عبر عنه اليوم الرئيس بري بالجلسة بتثبيت قاعدة استقرار المؤسسة العسكرية، واللي هذا الأمر ما بيخص لا فئة ولا تيار ولا مجموعة سياسية ولا كتلة نيابية. هذا الأمر بهم كل اللبنانيين، لأنه الجيش هو جيش كل اللبنانيين. اللي بيشوف اليوم تركيبة المجلس النيابي والقاعة اللي صارت ما بيقول بهذا التصنيف على الإطلاق. المسألة لا علاقة لها بالمواقف والخلفيات السياسية. نحن بالنسبة لنا برجع بقول هذا الموقف من شهر الرئيس بري قاله ودعا للجلسة قبل 15، ووضعنا جدول الأعمال كما قال تماما، مشاريع القوانين، اقتراحات القوانين المنجزة باللجان والمعجل المكرر. صرنا على هذا الموضوع. من أعاد النظر بموقفه من التشريع وأتى إلى القاعة بيكون التزم بنصوص الدستورية والقوانين القانونية اللي بترعى عمل المجلس. ما في حدا انتصر. بالنسبة لنا المسألة ليست مسألة انتصار، هي إعادة انتظام لعمل المؤسسات مثل ما لازم يكون. خروج اليوم حزب الله من القاعة هل أثار ريبة عند الرئيس
الرئيس نبيه لا لا أبدا أبدا، نحن وحزب الله متفقين، وكما قال الرئيس نبيه بري بالقاعة اليوم الجيش اللبناني لكل اللبنانيين، وكل اللبنانيين مع الجيش اللبناني، وعلى رأسهم حزب الله اللي بتربطوا علاقات وطيدة وقوية مع الجيش اللبناني ومع قيادة الجيش اللبناني. هذا الأمر حسب اعتقادي الشخصي هو جزء من الموقف المبدئي المرتبط بكيفية عمل المؤسسات. دور الحكومة، دور وزير الدفاع، ولا علاقة لها على الإطلاق لا بالموقف من قيادة الجيش، من قائد الجيش، ولا من الجيش نفسه أو انتظام عمل المؤسسة الأمنية. مجلس سعادتك هل فرط اليوم حزب الله بصلاحية أبدا 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 أبدا، عبر حزب الله وله الحق عن موقف مبدئي بالنسبة له، ما له أي علاقة لا بالموقف من الجيش ولا من قائد الجيش. وبالتأكيد حزب الله كان بالسابق ومارس امبارح واليوم مارس أيضا، وبقي لآخر لحظة عم بيتابع عملية التشريع. بقيوا لآخر لحظة نواب كتلة الوفاء للمقاومة عم يحكوا بوضوح وعم بيناقشوا القوانين اللي صارت. يعطيكم العافية.